لو نفسك تاكلي حاجة حلوة او تاكلي ولادك حاجة حلوة بدون ما تحسوا بالذنب، هقولك على حاجة حلوة جدا وسهلة ومتوفرة ان شاء الله تكون معاكي في البيت. هنعملها بالموز او بالتفاح. انا جربت وصفة الموز، الناس اللي بتحب الموز هتحبها جدا. انا استخدمت التفاح بدل الموز. قطعت تفاحتين هنقشرهم بس، وبعد كده هضربهم. طبعا كل الحاجات اللي احنا هنحطها دي هنضربها بالهاند بلندر او في الخلاط. هضيف معاها مكعب زبدة صغير، تقدروا تستغنوا عنه. وحطيت معاها بيضة، طبعا بيضة يعني رشة فانيليا. تقدروا تحطوا بدل الزبدة تحطوا معلقة زيت جوز هند، او ما تحطوش حاجة خالص براحتكم، او زيت نباتي او زيت زيتون زي ما تحبوا. حطيت كمان معلقتين من الحليب، وحطيت برضو حوالي معلقة ونص كبار من الكاكاو الخام. نقوه يكون طعمه كويس، يعني انا استخدمت دريم حلو قوي، وفي انواع كتير كويسة يعني. وحطيت معلقة صغيرة بيكنج باودر طبعا علشان تبقى كل الحاجات دي تبقى مرتفعة كده وهشة. ضفت كمان معلقة من العسل النحل. تقدروا تستخدموا دبس التمر او دبس القصب اللي هو العسل الاسود، او تقدروا تحطوا يعني اي حاجة مسكرة، بس بلاش السكر الابيض. احنا كل اللي احنا عايزينه ان احنا في الوصفة دي ما نحطش ولا دقيق ولا سكر ابيض. انا ضربتها بس في الكوبايه دي عشان اقدر ان انا يعني اخلطها كويس بالهاند بلندر، وبعد كده دخلتها في الاير فراير. قعدت، تقدروا تحطوها في الفرن، قعدت تلت ساعه. بعد كده حطيت عليها فوق الوش تشوكلت شيبس. طبعا نقوا دارك تشوكلت، حاجه تكون من غير سكر. بجد طلع طعمها تحفه. التفاح يعني متماشي جدا مع الموضوع. انا مش حاسه طبعا بطعم التفاح، بس فيها ريحة حلوة قوي وطعم لذيذ جدا. يعني انا جربت كيكات كتير، وان شاء الله الفترة الجاية هنعمل وصفات تانية كتير وحلويات كتير تكون صحية اللي طلبتوها مني. وان شاء الله الفترة الجاية دي هنعمل كيكات كتير وحلويات تكون القوام طبعا دي مش نفس قوام الكيكة قوي، تحسوها شوية قلب على بودنج يعني. تاني وصفة معانا وهي الكوكيز الصحية برضو. هنستخدم فيها دقيق الشوفان المطحون. تجيبوا الشوفان عادي وتطحنوه في البيت، او تشتروه جاهز معمول دقيق، هو يعني هديكوا نفس النتيجة. لو عايزين الشوفان يطحن حلو قوي ممكن نحطه شوية في الفريزر وبعد كده نضربه. انا هنا هنزل ب3 معالق كبار من السمنة علشان الكوكيز. انا ما عنديش بقى زيت جوز هند وبصراحة وما بحبش يعني احط زيت الزيتون وكده بيغير الطعم. انا بالنسبه لي ما عنديش مشكله، بس بالنسبه للاولاد طبعا بيقولوا لا طعمه غريب مش عارف ايه. فانا بحب ان انا استخدم سمنه، دي سمنه طبيعي بلاش المهدرج خالص. وهنزل كمان بنص كوبايه من العسل الاسود. هقلب كله على بعضه. انا حطيت حوالي كوبايتين ونص من دقيق الشوفان. هقلب كله كده بالمعلقه. تمام، انا بوريكم تقريبا السمنه اللي انا استخدمتها ده كان برطمان صغير، استخدمت حوالي يعني نصه، 3 معالق كبار. تمام، احنا مش عايزين كميه دهون كتير، بس في نفس الوقت البسكوت كله بيحتاج لدهون. تقدروا تستغنوا عن الدهون دي او تستخدموا زيت نباتي، بس انا قلت عشان تبقى الوصفه صحيه مش عايزه يعني احط فيها حاجه تكون مضره. فالسمنه او الزبده او كده هتكون اختيار افضل من الزيت. نزلت كمان ببيضه وحطيت عليها شويه فانيليا، طبعا البيضه علشان تختفي الزفاره بتاعتها. هقلب كل ده مع بعض. ما بصوا هي في الاول بتبقى طريه شويه، بس الشوفان من الحاجات اللي بتمتص السوائل، يعني وانتوا بتقلبوا فجأة هتلاقوها نشفت خالص ومسكت نفسها. فانا حطيت شوية من الشوكليت شيبس، طبعا نقوها شوكولاتة تكون غامقة. وبعد كده هعملها بقى كور. بصوا ابتدت تطلع من ايدي بسهولة ازاي. كانت الاول تحسوا ان هي ملزقة قوي، بس يعني دقيقة وهتلاقوها خلاص شربت كل السوائل دي امتصتها وابتدت ان هي تنشف. انا هنا هرصهم كلهم على صاج. انا مش هدهنه بقى اي حاجة لان في سمنة موجودة جوه البسكوت. وبعد كده هحط شوية شوكليت شيبس برضو فوق الوش، وهحطه في فرن يكون طبعا مسخنينه قبل كده على بصوا في النص، ومشغلة تحت بس مش مشغلة الشواية. هيقعد في حدود 12 ل 15 دقيقة على حسب. بصوا طلع حلو جدا جدا. مش هحمر الوش ولا حاجة. بصوا اول ما يبدأ تلاقوه اخد لون كده ذهبي من تحت، اطفوا عليه خلاص وطلعوه كده جاهز. هتسيبوه بس شوية لما يهدى لانه بيبقى طري شوية، وبعد كده بتلاقوه نشف. جربوا الوصفات وان شاء الله تعجبكم.